المناصب التي تولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من بعد ما تخرج من الكلية الحربية سنة 1977. أول منصب بعد التخرج ضمن وحدات المشاة الميكانيكية. 2. قائد سرايا مشاة. 3. قائد الكتيبة 509 مشاة ميكانيكي. 4. رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع. 5. ملحق عسكري في السعودية. 6. قائد اللواء الثاني مشاة ميكانيكي. 7. رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية. 8. قائد المنطقة الشمالية العسكرية. 9. مدير إدارة المخابرات الحربية في يناير 2010، وكان أصغر من تولى هذا المنصب، وتعين في 2012 وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وفي 2014 رئيس جمهورية مصر العربية بعد ما أعلن ترشحه. اسمح لي يا فندم اقول حاجه. اتفضل يا فندم. انا عمري ما ذكرت هذا الموضوع في حياتي حتى لا يقال اني بتبلغ، وانا مش هتكلم بعد ما اخرج النهارده عن هذا الموضوع تاني. انا عارف ان كل وسائل الاعلام هتكلمني وانا مش هتكلم تاني فيه، لكن اسمح لي اتكلم النهارده المره الاولى والاخيره. لما رحت الكتيبه كنت الملازم اول عبد الفتاح سعيد السيسي ضابط سلاح الكتيبه، قعدنا سنة ونص مع بعض. يوم ما سبت الكتيبة أنا كتبت التقرير السري. القوات المسلحة مش زي المدنيين، مدنيين بتكتب للناس كلها امتياز. القوات المسلحة سيادتك عارف عندنا لا، كتيبة 34 4 بياخدوا تقدير امتياز. الرائد طارق رئيس عماد الكتيبة، رئيس شؤون إدارية، قائد سرية 2 نقبة، والملازم اول الوحيد اللي خد تقرير سر امتياز الملازم اول عبد الفتاح السيسي. انا مش بقول النهارده عشان حضرتك موجود. طب ليه؟ سيادتك عارف لما كنا بندي التقارير دي امتياز كان لازم ورا التقرير الاسباب اللي كتبنا ليها الامتياز. افكر حضرتك، احنا كنا في مواقع دفاعيه في سيناء، كنا طول النهار بنطلع بالعربيه الجيب انا حضرتك وبنلف على الكتيبه ونمر. وفي يوم حصل عاصفه رمليه بالليل، حضرتك ما اعرفش فاكر ولا لا. العواصف الرمليه في سينا الواحد يفرد صوابعه ما بيشوفش ايديه من الرمل. الطريق اتردم واحنا كنا على الطريق الاوسط اللي طالع من الكوبري المعديه نمره 6 الى العريش. بلغنا قياده اللواء، قياده اللواء بعتت لنا بولدوزر وجريدر عشان نفتح الطريق. الكتيبة كان فيها موانع ألغام، مواقع دفاعية. فأنا قلت النهار له عينين، فالملازم أول عبد الفتاح السيسي قال المدنيين هيعدوا الصبح ولازم الطريق يبقى مفتوح. أنا حافظ الطريق يا فندم. قلت له الألغام والمعدات دي لو اتدمرت هنبقى مش تمام. قال لي أنا قادر. وبعدين أنا دخلت الملجأ ونزل الملازم اول عبد الفتاح السيسي يفتح الطريق. هنا بقى الحاجه اللي بنقول عليها انه ضابط صاحب قرار. الكتيبه لازم تفطر، كلم الشؤون الاداريه جهزوا الفطار. الفطار ايه؟ قالوا له فول وجبنه بيضه وشاي. قال لهم لا، نعمل عدس لان الدنيا ساقعه والعساكر عايزه تاخد حاجات دافيه. الجبنه البيضه زمان كان في صفايح وبنفتح الصفيحه بالسمكي ونطلع في كل نقطه كذا قالب. قال لهم لا، اعملوا جبنه النستو لانها اسهل في التوزيع. عربيه الميه تطلع. الاجازات كانت موجوده في قياده الكتيبه واحنا مواقع ما لهمش مكان. قال لهم هاتوا عربيه الاجازات. طلع الساعه 6 انا قمت لبست التريننج وبسال فرد الخدمه فين الضابط عبد الفتاح؟ قالوا لي يا فندم داخل. جاء الملازم اول عبد الفتاح سعيد السيسي وقال لي تمام يا فندم، انا فتحت الطريق، عساكر الكتيبه فطرت، عساكر الكتيبه راحت الميه، الاجازات دخلوا مواقعهم واخدت الاجازات وهم نازلين عشان ينزلوا اجازاتهم. الكلام ده ضابط ملازم اول يتخذ القرار ده يبقى ضابط صاحب قرار. وعشان كده لما كتبت عشان كده لما كتبت التغيير ده لحضرتك
والتقرير الخاص كتبت ضابط له مستقبل وصاحب قرار. الكلام ده من 40 سنة. ما كنتش أعرف إن في يوم من الأيام سيادتك هتبقى رئيس الجمهورية. المنظر ده يا فندم أنا شفته يوم ما قررت تخلص مصر من الإخوان، واستخذت القرار بتخليص مصر من الإخوان. سيادة الرئيس، أنا كنت معك وربنا شاهد، أنا خلاص سني كبر وهنقابل رب كريم، وأنا لا أنافق، أنا بقول كلمة حق هقابل بيها ربنا وهيحاسبني إذا كنت كذبت بكلمة واحدة. احنا كنا مع بعض في المجلس العسكري، سيادتك كنت أحد الضابط في المجلس العسكري. يوم ما اتخذت قرار بالتخلص من الإخوان، هذا القرار هيتكتب لك بعد 100 سنة لما يتقال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خلص مصر من الإخوان. كل اللي بتعمله كوم وإنك خلصتنا من الإخوان. لذلك يوم 30 يونيو لما وقفت واتخذت القرار، افتكرت من 40 سنة الملازم أول عبد الفتاح السيسي اللي اتخذ القرار يومها في الكتيبة وهو عنده 22 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. محدش هيدي حد حاجة، محدش هيدي حد حاجة، ولا حد هياخد من حد حاجة. أنا هيبقى عندي كلمة واحدة عايز أقولها للناس، كلمة واحدة. ده اللي احنا عملناه، وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية. لا أنا بكلمكم بجد، في الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير. حد يقول كده؟ أنا بقول كده. الأمر كله لله، الأمر كله لله. اللي ليه حاجة هياخدها. احنا اللي قاله الدكتور مصطفى في كل فقرة من فقراته نقدر نخش على كل موضوع نتكلم ساعات في كل نقطة من النقاط اللي نتكلم فيها في التفاصيل دي كلها. أنا هقول واحدة فقط لقناة السويس، لأن الكلام ده كان بيتعمل وانت مش بس بتحارب إرهاب، انت عندك أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله. انت كمان مش محل تقدير من ناسك اللي انت بتعمل لاجل خاطرهم او لاجل خاطر ربنا وخاطرهم، لا ده كمان وانت بتعمل كده بيتم الإساءة لك وللإساءة المسؤوليك، مش ليهم هم بس، هم وأسرهم وأكن يعني، ولكن لا بأس، لأن مفيش حاجة بتروح عند ربنا. كل كلمة كذب لها أجر، كل إساءة لها أجر. المسؤول اللي أسيء ليه أو تم عمل. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن رسالة السادات لكم كانت واضحة، كتبها بدمائه التي روت تراب مصر المقدس، وجوهرها أن مصر تعلو ولا يعلى عليها، لا تقبل الظلم ولا المهانة، لا تستسلموا لاحتلال أو طغيان، وأنها تطلب السلام العادل الذي تحميه القوة القادرة، فتسير وسط العالم مرفوعة الرأس عالية الراية، تنشد التنمية والرخاء لشعبها ولمنطقتها وللإنسانية كلها. رحم الله الرئيس السادات، زعيما خالدا تفانى حتى